كولر في ورطة بعد إصابة السولية ورحيل معلول عن الأهلي، والأهلي يعلن الموقف الأخير لعودة رمضان صبحي، وكولر يعتزل لشريف ويفجر مفاجأة. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت من عشاق قهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دخل المدرب السويسري مارسيل كولر في أزمة كبيرة بعد إصابة عمرو السولية نجم النادي الأهلي، وهذه الإصابة تحرم عمرو السولية من المشاركة مع النادي الأهلي من 8 أسابيع إلى 12 أسبوع. وعلى طريقة فرجاني ساسي قدم نادي الدحيل القطري عقد خيالي نجم النادي الأهلي علي معلول بقيمة 11 مليون دولار. وكشف مدير أعمال علي معلول جون إدوارد لصحيفة الوطن القطرية وقال أن هناك مفاوضات جادة بيننا وبين نادي الدحيل القطري، فعلي تعرض لضغوطات كثيرة من كثرة المباريات مع النادي الأهلي والمشاركات الإفريقية والمحلية والعالمية، وعلي يريد تجربة جديدة مع نادي الدحيل القطري. والأهلي أصبح في ورطة كبيرة بعد رحيل معلول وإصابة السولية ورحيل محمد شريف، فإدارة النادي الأهلي تسارع الآن لضم رمضان صبحي إلى صفوف القلعة الحمراء. وفاجأ مارسيل كولر محمد شريف وقال: محمد شريف ارتفع مستواه مع نادي الخليج السعودي، واحتكاكه مع اللاعبين الكبار في الدوري روشن السعودي خلال هذا الصيف من أفضل مهاجمين مصر، وإذا ارتفع مستواه في هذا الصيف سنعيد في الانتقالات الشتوية إلى النادي الأهلي. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.